أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء نومنا نرى الكثير من الأحلام عالقة في أذهاننا ونحتاج لتفسيرها. تنقسم الرؤى والأحلام إلى عدة أنواع، منها الرؤيا الصالحة التي يستحب تفسيرها، ومنها أضغاث الأحلام وهي رؤيا الكوابيس وأمثالها، والشيطان هو من ينسجها للحالم، ومن الممكن أن يأمره بالمعصية، وهذه الأحلام لا تفسر، وعلى الحالم أن يكتفي بالاستعاذة بالله منها وعدم قصها على أحد. والشق الثالث وهو الحلم، وهو أكثرهم انتشارا، وينسجه عقل الإنسان الباطن، ويدل على ما يشغل عقل الإنسان وعلى ما يخشاه. وغالبا يعتمد علماء النفس على هذه الأحلام لتفسير حالة الشخص النفسية. الشيخ إبراهيم حمدي مفسر الرؤى والأحلام هو الشقيق الأصغر للشيخ سيد حمدي مفسر الرؤى والأحلام رحمة الله عليه. كان من أكبر مفسري الرؤى والأحلام بمصر والوطن العربي. الشيخ إبراهيم حمدي أيضا من أهم مفسري الرؤى والأحلام بمصر والوطن العربي. بعض الرؤى والأحلام المسجلة التي تم تفسيرها وتحققت بالواقع بأمر من الله بصوت الشيخ إبراهيم حمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي في الله وحبيبي في الله، من ضمن الرؤى التي تحققت وفيها الخير بيتصل بيا معتز نجيب، فبيسألني في تفسير رؤيا، بيقول لي على تفسير حلم وتم التفسير على أساس أنه سيسافر دولة أوروبية، وذكرت له حتى باسم اللفظ الدولة روسيا. قلت هسافر روسيا، فبيقول أنا ماليش علاقة بروسيا أصلا نهائيا، أنا راجل طالب في الجامعة. قلت له رؤية بين كده، وفعلا سبحان الله تحققت الرؤيا، و جابوا أعطوا 10 هدايا جوائز لل10 اللي هم طلعوا الأوائل تقريبا على الدفعة، وكان من ضمنهم معتز نجيب وسافر روسيا. دي من ضمن الرؤى التي تحققت. كذلك برضو كلمتني أسماء من أسيوط، من محافظة أسيوط، وقالت لي أنا رأيت في المنام كبش يذبح في عيد الأضحية،
وكانت التفسير سيعرض بنفس اللفظ، سيعرض صدام حسين، وفعلا تم اعدام صدام حسين في يوم العيد. وكلمتني عدد كبير جدا من الناس. كلمتني واحدة اسمها هيام من الأردن. قلت لها الرؤية تبين ربنا سيمن عليك بالصلاة وبالغنى الفاحش. فعلا كانت متزوجة وتم الطلاق بينها وبين جوزها، ولكن كان في ورقة عرفي تثبت على أن هذا الرجل زوج لها، وهي كانت توفي على حالة غفلة، وكان مشتكيها في المحكمة على أساس أن دي مراته. والشكوى اللي هو اشتكاها لها أثبتت لهذه المرأة الحقية في الميراث، فأخذت مبالغ ملايين من هذا الرجل غير الميراث العقارات أو ما شابه ذلك. حتى هي كانت متعجبة من هذا الأمر. وسألتني أحلام من المملكة العربية السعودية، وهي فتاة فقيرة. تقول رأيت في المنام بأنني أمسك صندوق من الذهب، فكان التفسير إن ربنا سيمن عليها بمبالغ مالية طائلة كبيرة جدا. فعلا دخلت في فتحت مكتب عقارات في غضون شهر واحد أو شهرين بالتقريب. أصبح معها ما يقارب حوالي 22 مليون ريال سعودي. دي من ضمن التفسيرات اللي هو رؤية شيخ الأزهر مع محمد نجيب مفسر رؤى الأحلام، عندما سألني يقول رأيت في المنام احتفال كبير جدا في بلاد مصر ووجدت كلمة أحمد مكتوبة، فقلت له سيكون شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وفعلا أصبح الشيخ أحمد الطيب شيخا للأزهر. وسألتني الأستاذة إيمان من الهرم، وكان على الهواء مباشرة في إحدى القنوات الفضائية وهي بالتحرير قناتين. بتقول إن هي في مرة سألتني في تفسير رؤيا، بتقول رأيت هاتفا يهمس في أذني ويقول لي بأن حاكم المملكة العربية السعودية نادر بن هشام. فقلت لها، وكان في ذاك الوقت جلالة الملك عبد الله، قلت لها سيتوفى الله جل وعلا الملك عبد الله وسيكون هناك حاكم آخر، حاكم رشيد وذو فكر جيد. وفعلا توفي الملك عبد الله في غضون شهر تقريبا أو شهرين، وأصبح الملك سلمان حاكم على المملكة العربية السعودية. سألتني على الهواء مباشرة المذيعة المشهورة جدا إيمان عز الدين، كان على قناتين، بنقول والله في رؤية لأم عمر، اللي هي أم عمر هي إيمان عز الدين. فسألتني في الرؤية، أنا ما أتذكر الرؤية، وكان التفسير عجيب جدا. قلت لها على الهواء أحب أن أفسر لك رؤية على الهواء، قالت فسرها على الهواء. قلت لها الرؤية تبين أنك أنت ستنتقلي من هذه القناة إلى قناة أخرى، وهذه القناة حتكون معروفة ومشهورة. فعلا في غضون شهر أو شهرين بالتقريب انتقلت إلى قناة الحياة، وبعد ذلك انتقلت إلى قناة المحور، وهي الآن ما زالت على قناة المحور في برنامج 90 دقيقة. كذلك سألتني الداعية الكبيرة جدا مشهورة في داعية إسلامية اسمها الداعية رحمة رشاد، سألتني في رؤيا، وكان هناك بنت قد تاهت وهي كبيرة في السن والأهل لا يعرفون عنها شيئا، اختفت فجأة. وسألتني في رؤيا، وكانت الإجابة أن هذه البنت ستظهر وهي سترجع إلى البيت سالمة غانمة بفضل الله. فعلا اتضح أن البنت في إحدى المستشفيات وتم رجوعها إلى البيت سالمة غانمة بفضل الله، وتحققت الرؤيا في غصون تقريبا يومين. سألني واحد اسمه أستاذ صلاح في محافظة أسيوط، وذهب إلى 3 أو 4 أطباء، وجميع الأطباء قالوا بأن زوجتك فيها بنت، ولكن جاءت الرؤيا الجميلة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تأتي الرؤيا من رسول الله رأى في المنام رؤيا، رأى بأن في بطن زوجته القمر، فقلت له بأن الله جل وعلا سيمن عليك بالولد. تعجب هذا الرجل وقال كيف يكون، يعني الشيخ يقول بأن هذا ولد والأطباء يقولون بأنها بنت، ولكن عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ما في بطن سيكون محمد، فعندما سألني تم التأكيد على أن هذا المولود سيكون ولد.
تعجب الأطباء عندما قال لهم الزوج إن المفسر أحلام، قال وأصر ويقول بأن ما الحمل ذكر وسيكون ولد. ولكن سبحان الله تأتي المفاجأة الكبرى للأطباء عندما دخلوا غرفة العمليات وهم متأكدون جدا بأن هذه أنثى. الله جل وعلا رزق الأستاذ صلاح بالمولود، والله أعلم. هناك أم يوسف من نجي حمادي كان معها بيت متعثر جدا وله سنوات، بيت معقد في الشراء، وعندما رأت في المنام رؤيا فسرت لها الرؤيا بأن هذا البيت سيباع وسيباع بثمن باهظ جدا. كان في ذاك الوقت كان البيت على 1,000,000 جنيه، وتتوالى الأحداث في فترة وجيزة جدا. البيت الذي كان لا يباع منذ سنوات إن البيت اتباع ب7 مليون جنيه. البيت اتباع ب7 مليون جنيه في فترة وجيزة، وكان البيت في ذاك الوقت كان معروف ب1,000,000 جنيه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص. وسألني أيضا محمد نجيب بالنسبة لمصر في عام 2006 و2008 و2009 كان متابع معايا اللي هو مباريات كرة القدم، واخبرته ان مصر ستفوز بكل مباراة. كان يسألني في رؤيا اقول مصر ستفوز مصر ستفوز، وفي الاخر اقول مصر ستحصل على كاس افريقيا عام 2006 تحققت، 2008 تحققت، 2010 ايضا تحققت. كذلك هناك طالبة اسمها رحمة بإحدى الجامعات في الأزهر كانت تحصل كل عام بدرجة امتياز، وفي السنة الرابعة رأت في المنام رؤيا، رأت في المنام أنها ترسب في جميع المواد ولكنها تنجح في القرآن الكريم بتقدير جيد، ويقول لي سأجيب امتياز في جميع المواد. فقلت لها انك انت هتنجح في جميع المواد ولكن سترسبين في القرآن الكريم. قالت كيف ارسب القرآن الكريم وانا احفظ القرآن على القراءات؟ قلت لها ماليش دعوة، ولكن انت تحفظون القرآن على القراءات، ولكن الرؤية تبين ذلك. فعلا نجحت في جميع المواد بتقدير امتياز، ولكن في القرآن الكريم جابت ضاد جيم ضعيف جدا. فشافت بعد ذلك رؤيا، قلت سيحدث الله جل وعلا لك امرا من الامور عجيبا وعظيما في الجامعة. فعلا عندما قدمت شكوى وما شابه ذلك اتضح ان الدكتور مديها 4 من 40، هو كان يقصد لها 40 من 40 نصف صفر، فاصبحت درجة جيم. ولكن بالتداول مع العميد والاعضاء التدريس اعطوها الدرجة النهائية واصبحت بتقدير امتياز، وتحققت الرؤيا المرة الثانية. اسمها رحمة، وتم نجاح هذه الفتاة بعد ان تم الاعلان بالرسوب. وسألني الأستاذ محمد صبري محافظ قنا مركز النقادة في رؤية مشهور جدا معروفة جدا وعمل أكثر مداخلة قبل ذلك على التلفزيون. بيقول رأيت في المنام الرئيس محمد حسني مبارك يركب سيارة فارهة وتتكالب عليه الناس من كل فج عميق، وأخرجوه من السيارة وطردوه بشدة، ولكن ركب السيارة ثم ذهب. فقلت له الرؤية تبين على سقوط مبارك، وهو مبارك سيخرج من الحكم ولكن لن يصيبه أي أذى أو أي ضرر. قال كيف يخرج مبارك؟ ألم تعلم من هو مبارك؟ قلت أعرف نعم جيدا، ولكن الله جل وعلا يبين في الرؤيا بخروج مبارك، وفعلا تم خروج مبارك. وسألتني نوع واحدة اسمها نوكيا أو نوكيا من ألمانيا، بتقول رأيت في المنام رؤيا وقصت الرؤيا، وقلت لها الرؤيا تبين على نجاح الرئيس محمد مرسي ولم يكن في الحسبان، وفعلا نجح الرئيس محمد مرسي. تسألني برضو صحفية نجوى الجرجاوي ذكرتها لك قبل ذلك، وقالت لي رأيت في المنام رؤيا للرئيس محمد مرسي أنه يمشي في جميع الشوارع يريد أن يصلي صلاة الفجر، ولكن رأى جميع المساجد مغلقة، ووجد تحت أسفله كان يمشي على ملح. فقلت لها الرؤية بسقوط وخروج الرئيس محمد مرسي من الحكم، فعلا قد تم خروجه من الحكم. الخليجية في تفسير منام كان في المنام جمال مبارك وعلاء وحسني مبارك والملك عبد الله، وكلمة 4 يخبرون وكلمة يخبرون وكلمة 4 ديسمبر
وانا فسرت كلمة 4 ديسمبر اللي هو عام 2011، كان الكلام ده قبلها بحوالي تقريبا 20 يوم. قلت في 4 ديسمبر في هذا الشهر سيقع امر عظيم جدا، حتى ان انا في نفس الحلقة احتذرت عن تفسير المنام مع شدة حول الامر. وفي الحلقة التي تليها نفس المتصل او المذيع اصر ان انا اقول الرؤيا، وقلت سيحدث امر في 4 ديسمبر في بلاد مصر، سيكون امرا عظيما، امرا جللا سيسمع به القريب والبعيد. وفعلا تحققت الرؤيا، و4 ديسمبر اصبح حادث الاتحادية اللي هو حاليا محبوس فيه الرئيس السابق محمد مرسي. وقلت بان هناك امور جلل عظيمة ستحدث في المملكة العربية السعودية، وطلبت في ذاك الوقت ان اقابل جلالة الملك عبد الله. وكان جلالة الملك عبد الله في ذاك الوقت كان يعاني من تعب ومرض، كان محجوز في المستشفى في دول اوروبية او دول اخرى غير المملكة العربية السعودية. وفعلا تحققت رؤيا وحدثت امور عظيمة جدا في المملكة العربية السعودية. ام غطان قلت ان هناك انفلات امني سيحدث في محافظات القناة، وسيحدث انفلات في سجون مصر. قلت بنفس اللفظ سيحدث انفلات في سجون مصر. اسال الله جل وعلا بنفس اللفظ ان يمن على مصر بالامن والامان، وان يحفظها من التفتت، وان يحفظها من الانفلات. وفعلا تحققت الرؤيا وفتحت السجون على مصراعيها ذاك الوقت. وكان تفسير الرؤيا موضوع 4 ديسمبر عندما تحقق حادث الاتحادية، وعندما حدث انفلات السجون في محافظات القناة، كان السويس وما كان ذلك والاسماعيلية. كان امر عظيم جدا، وكان امر مشهور جدا في الفضائيات المصرية وفي مصر وفي الوطن العربي اجمل على ما حدث في المنام. كان ليه تفسير رؤيا عظيمة جدا في مجلة سيدتي، مكتوب في المجلة ومدونة في المجلة. عندما سألتني سائلة في المجلة تقول: رأيت في المنام رؤيا، رأيت في المنام الفنان عمرو دياب والفنان هاني شاكر يغنيان ويرقصان على المسرح، وفجأة وقع الفنان هاني شاكر مغشيا عليه على المسرح. فكان التفسير بأن الفنان هاني شاكر سيصاب بفتنة وسيصاب ببلاء عظيم جدا 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 في الأيام القادمة. وما هي إلا أيام معدودة وتوفيت ابنة الفنان هاني شاكر. وصارت سائلة ولا يجوز ذكر اسم هذه السائلة، على أساس أن هي مرة من المرات جاءت في مرة رأيت في المنام تفاحة، وفوق هذه التفاحة عليها تاجان بتاج الملك. فقلت لها: يا سيدتي، الرؤيا تبين بأنك أنت متزوجة رجلان في آن واحد، متجوزة 2 في وقت واحد. فعلا اعترفت بأنها متزوجة رجلان. كذلك سألتني فنانة من فنانات مصر، ولا يجوز ذكر اسم هذه الفنانة، وقلت حتى هذا الأمر على أكثر من قناة فضائية. سألتني في تفسير منام، تقول لي: والله رأيت في المنام رؤيا، رأيت بأنني أمشي في طريق مظلم ووجدت حفرة، وأعلم علم اليقين بأنني سأقع في هذه الحفرة. وفعلا وقعت فيها في المنام، ثم خرجت فمشيت مسافة فوجدت مكانا به نور. فقلت لها: يا سيدتي، هناك أمر من اثنان، يعني في أمر فيه ليه حاجتين، لإما ارتكبت جريمة الزنا، لإما أنت متزوجة عرفي. قالت: هي لست الأولى ولكنها الثانية، يعني معناها أن هي متزوجة عرفي. قلت لها: أبشري، هذا الزواج العرفي سيكون زواجا شرعيا يعلمه الجميع. وفعلا بعد ذلك أعلن هذا الزواج. أسأل الله جل وعلا أن يفوض عليك برحمته وكرمه وجوده وعلمه وفهمه عليك. أخوك في الله الشيخ إبراهيم حمدي، مفسر الرؤى والأحلام. السلام عليكم. الشيخ إبراهيم حمدي يرحب بتفسير رؤاكم وأحلامكم، وذلك من خلال حسابه على الفيسبوك باسم الشيخ إبراهيم حمدي.